نتكلم عن رامز جلال وحلقتك المثيرة معه. شيء لما وصلت ابو ظبي حسيت شويه من طوني خليفه، ما ادري ايش يسمونه، اللي كان يقول ان ديروا بالكم ان هذا مقلب. ايه لما رحت كلمت واحده اسمها شريفه البروديوسر، قلت لها شوف، قلت لها يمكن اكون مريضه، يمكن يكون ما تدري، يمكن واحده تكون حامل، يمكن واحده، كل هالامور وكل هالتفاصيل الواحد لازم يعرف هذه الامور. الله يخليه ما يناسبنا، ما اقدر اسويه. صحيح. كانت تقولي لا بصراحه كذا 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 كذا، قلت لها خلاص بعد انا بسكت وكملت الموضوع. بس لما يعني قالوا لي كنتي عارفه قبل المقلب وكملتي الموضوع على ان ردة فعلك ما تدرين. لغايه ما تصريح طلعت خطير. للسياره رامز قالوا لي راح اقول خلاص انتهت الحلقه وقبضت فلوس انا يعني تعاملوا معي كلهم بلطف. امس سويت مكالمه حق رامز وتشكرت منه وقال